3 أسلحة في إيد الشخص السيء هنا بيحاربك بيها عشان يخسرك، من فضلك خلي بالك. رقم 1 الاستفزاز، هم هنا دكاترة في موضوع الاستفزاز، يسيبك لغاية ما تبقى في موقف ضعيف أو في موقف حرج ويبتدي يستفزك، يتعامل معاك ببرود شديد جدا. وليكن على سبيل المثال أنت الإقامة بتاعتك قربت تخلص، باقي مثلا 6 شهور أو 8 شهور، تقدم على إقامة جديدة، أوراقك كلها تكون مظبوطة، معاك ورقة مثلا من الجامعة بتاعتك أو معاك ورقة من الشغل بتاعك، كل أمورك تمام جدا. الموظف يقول لك خلاص استنى لغايه ما احنا نخلص دراسه ونبعت لك بيشعيد ان الاقامه الجديده صدرت، تستنى في البيت 4 شهور 5 شهور مطمن الدنيا تمام، بس مفيش حاجه توصلك على مدار المده الطويله دي كلها. تروح تسال قبل انتهاء الاقامه الاولانيه مثلا وليكن باسبوع او باسبوعين، يقولوا لك لا لازم تستنى. تطلب منهم انك عايز ورقه عشان لو الشرطه مثلا قابلتك في الشارع او حاجه، لان خلاص اقامتك بقى لها مثلا اسبوع او بقى لها عده ايام وهتنتهي، يقولوا لك لا احنا ما نقدرش ان احنا نطلع لك ورقه زي كده. تحاول ان انت توضح لهم الامر ان دي فيها سجن، ان فيها ترحيل، فيها منع من دخول المانيا لمده 3 سنين، من فضلكم انا عايز ورقه تثبت ان اوراقي عندكم واني انا التزمت بالقانون. يقولوا لك ما نعرفكش، احنا ما بنطلعش اوراق زي كده. تتعصب عليهم وتتنرفز، يسببوا لك مشاكل كبيره. واللي انا هقوله ده دلوقتي بالفعل هو حصل. الشخص اتنرفز على الموظفه، راحت الموظفه سحبت منه الباسبور المصري بتاعه وقالت له انت تستلم الباسبور المصري بتاعك في السفاره الالمانيه في القاهره، واديته ورقه بديل عشان يعرف يسافر بيها من المانيا. وطبعا اتصلت بالشرطه وعملت مشاكل كثيره جدا، لولا ان هو كان ليه بعض الاصحاب عرفوا ان هم يوصلوا لمحامي بسرعه في خلال عده ايام، عرف ان هو يسترد الباسبور بتاعه. بس طبعا اترفع عليه قضايا كثيره جدا استمر فيها سنه. القضايا في الاخر انتهت على ما فيش، ولكن هو كان اتحطم نفسيا، حرفيا اتحطم نفسيا علشان لحظه غضب. هو معرفش يمسك نفسه. لو هي عملوا كل الموضوع ده كله وكان رجع البيت، اتصل بنفس الناس وقالوا له وطلب منهم ان هو محتاج محامي ضروري، انا عايز محامي دلوقتي علشان اجدد الاقامه بتاعتي، ما كانش كل ده حصل. ما كانش دخل سنه كامله في مشاكل بدون وجه حق بدون اي شيء. للاسف هي دي المانيا. خلي بالكم يا جماعه، هم بيدخلوكم في مرحله استفزاز عاليه جدا وبيستنوا ان انتوا تكونوا في وقت ضعيف عشان يعرفوا يخبطوكم في الوقت ده. امسكوا اعصابكم، حاولوا ان انتوا تسالوا كتير، حاولوا ان يكون لكم علاقات كتيره، ما تعتمدوش على اجابه واحده. يعني مثلا لو حد مثلا قال لكم مثلا حاجه، اوعوا تصدقوا واحد بس، اقعدوا اسمعوا من هنا واسمعوا من هنا واسمعوا من هنا لغايه ما توصلوا للاجابه السليمه. برضو المحاميين خلي بالكم منهم. المحامي ممكن يكون المشكله الثانيه بالنسبه لك، لازم يكون المحامي موثوق ومعروف، وانت لما تروح تتعامل معاه فعلا تطمن ان هو شخص هيقف معاك، مش هيضرك ومش هيسلمك تسليم اهالي. رقم 2 استنوني في بارت 2.